السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا الجزء الثالث من قصة عبد الله ومراته العمياء. هزيت كوثر في الطوموبيل ومشينا لغد لي ديتها دارت التحاليل اللي طلبهم ليها الطبيب، واخا التحاليل كانوا يشدوا شويه الوقت. ملي خرجوا هزيناهم ورجعناهم للطبيب. الطبيب شاف داك التحاليل وقال لي مزيان، كل شيء مزيان عندها مزيان، دابا نقدروا نديروا العمليه. وانا اللي ملي كنسمع هاد الكلمه انا لحمي كيتبورش. الطبيب حدد الوقت العمليه وصيفطنا. دوزت هاد الايامات قبل العمليه متوتر بحال انا اللي غندير العمليه. مابقيتش كنقدر ننعس مزيان، مابقيتش كناكل مزيان، وليت هامل راسي. ملي كنهضر انا وكوثر كنحاول انني نهضر عادي باش ما تحس كوثر بوالو. المهم جا نهار الموعود، نهار اللي غتدخل فيه كوثر لغرفه العمليات، نهار اللي غيتحدد واش كوثر غترجع تشوف واللي غيتحدد واش غتبقى كوثر مع واحد مشوه. دازو السوايع ملي دخلت كوثر لغرفه العمليات وانا جالس برا ومتوتر. كانوا معايا والديا ووالديها. انا ما قاد لا نوقف لا نجلس حتى جات الوقيته اللي خرج فيها الطبيب وقال لي بلي النتيجه غنعرفوها من دابا 3 ايام. ناري هاد 3 ايام هدوز عليا بحال شي 3 سنين. هزيت دارنا ودار كوثر وشدينا الطريق للكلينيك. جات اللحظه اللي كاع الاسئله اللي في راسي غيتجاوبوا. دخلنا مع الطبيب لعند كوثر، بدا كيحيد لها الفاصمه على عينيها وتيدوي معاها ويقول لها بلي راه كلشي قضاء وقدر وربي اللي بيديه كلشي، وكيف ما كانت النتيجه خاصك تحمدي الله. انا نحميت تبورش في بلاصتها. وبدا الطبيب يحيد لها في الفاصمه، وقبل ما تحل عينيها انا هربت للقاعه ديال الانتظار حيت ما قديتش نشوف داك المنظر، وخفت ان كوثر تصدم مني تشوف الراجل اللي مزوجه به. هما يجيو عندي والديها والوالده ديالي. شفت فيهم لقيت الوالده ديالي وديال كوثر كيبكيو وباها شاد البكيه بالسيف. ربي سيدي اشنو هاد الشيء واقع؟ قال لي باها راه منين حيد ليها الطبيب الفاصمه قال ليه ما نحل عيني تيكون راجلي حدايا، وملي قلبنا عليك ما لقيناكش. بقيت ما ندير انا في ديك اللحظه حتى هزيت راسي ومشيت لعندها للبيت فين ناعسه. دخلت لقيتها مغمضه عينيها وبقيت واقف حدا الباب وما نطقت حتى كلمه، وهي تقول لي قرب حدايا. عرفتني جيت هي من الريحه ديالي. حزت لعندها وبدات كتقلب على يديا وشداتهم وقالت لي عارفك خايف لا تكون صدقت لي العمليه، وعارفك خايف نرجع نشوف ونخليك. انا تصدمت وجيت نهضر زربت عليا وقالت لي ولكن انا خايفه اكثر منك. قلت لها ما تخافيش ان شاء الله يكون خير. قالت لي لا ماشي هكا، خايفه انا ما نشوفش وجهك اللي كنت كل ليله ملي كنعس كنحط عليه يدي ونبقى نتخيلي. خايفه ما نشوفش الوجه ديال الراجل اللي كنبغيه. وقالت لي من نهار سمعت ان هذا الطبيب جاي وانا باغيه من نحل عينيا نشوفك انت الاول. انا في ديك اللحظه تخلطوا عليا المشاعر، ما عرفت ما ندير حتى لقيت راسي معنقها بالجهد ولبست ليها راسها وشديتها من يديها وقلت لها انا معاك. وبدات تحل عينيها بشويه بشويه. طلقت من يديا وبدات كتشوف في يديها، شافت فيا وترسمت الفرحه في عينيها. في ديك اللحظه عرفت بانها رجعت تشوف وبغيت نبعد عليها وشداتني وعنقاتني وبدات كتبكي وتجريت انا معاها وبديت كنبكي. ديك اللحظه بدات تفكت العقده ديالي وبقيت ما على باليش بالناس اللي كيشوفوني ويبدلوا الطريق. ولات عندي مرا، وحيت ولات عندي مرا متقبلاني كيف انا وعارفه باللي كلشي ماشي غير على الزينون، ولكن كما قال لي باها الجوهره ديال الانسان هو الخلق والحسن التربيه ديالو. هذه النهايه ديال قصه عبد الله ومراته العمياء. كنشكركم على الاستماع وما تنساوش انكم ديروا جيم وكومونتير او تشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين فيها. كان معكم مهدي بن نور، الى قصه اخرى ان شاء الله.